تمام. كان في برضو قصة اتحكت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان كان في واحد النبي صلى الله عليه وسلم شاور عليه، واحد من الصحابة، وقال ده هيخش الجنة من غير عذاب ولا حساب، هيخش الجنة على طول، مش هيتحاسب. تمام. فالناس فضلوا يراقبوه ويشوفوه هو بيعمل ايه عشان يخلي النبي يشهد له ان هو يخش الجنة. اوكي. فلقوه بيصحى زي الناس عادي، وبيصلي ويصوم زي الناس عادي، بياكل زي الناس عادي، مفيش اي حاجة مختلفة بيعملها. تمام. فعندهم فضول ان هم يعرفوا اشمعنى الراجل ده النبي قال عليه ان هو هيخش الجنة. تمام. فبعد ما يئسوا بعد فترة كده ان هم يعرفوا هو بيعمل ايه مختلف، جم في يوم من الايام وسالوه، قالوا له هو انت، احنا شايفينك بتصلي زينا عادي، وبتروح شغلك زينا عادي، وبتنام عادي، وبتاكل عادي، مفيش اي حاجه زي دي انت بتعملها عشان خاطر النبي يشهد ان انت تخش الجنه من غير حساب ولا عذاب. فايه اللي حصل؟ قال لهم انا بعمل حاجه واحده بس، وهي دي اللي بتفرق معايا في حياتي وبتخلي قلبي وحياتي صافيه، والنبي شهد بيها لكده. هو انا باجي قبل ما انام بسامح كل الناس لوجه الله. تمام. بسامح كل الناس لوجه الله، ما بشيلش ضغينه من حد او ما بزعلش من حد. اي حد انا اي حد انا مثلا زعلت معاه، او حصل ما بيني وما بينه موقف ضايقه او زعله، او احنا الاتنين اتشكلنا مع بعض، حصل حاجه كبيره، فباجي قبل ما انام بصفي قلبي وبسامح الكل. حد جه عليا بسامحه، حد ضايقني بسامحه، حد زعلني بسامحه. ماشي. عشان كده النبي شهد وقال ان انت كرولوس منور الدنيا، والله يا حبيب اخوك، وحشني جدا يا حبيبي. تمام. فعشان كده النبي شهد وقال ان ده هيخش الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب. ليه؟ بيعيش عادي، بيصلي عادي جدا، وبياكل زي الناس عادي، ويروح الجامع مثلا، بيصوم عادي، بيروح شغله عادي، حياته طبيعية جدا، ما فيهاش اي حاجة خالص. الزيادة بس اللي الحاجة الناس ما بتشوفهاش، ان هو لما بيجي ينام ايه اللي بيحصل؟ بيسامح كل الناس. اوكي. فاعتقد كده انا وصلت لك اجابتك يا مها بشكل كويس. والصفة ديت لو احنا اكتسبناها او خليناها في حياتنا هتفرق معانا كتير قوي، وهتخلي قلوبنا على الاقل بيضة وصافية ناحية الناس اللي حوالينا. ماشي. كده كده محدش ضامن ولا فاهم ولا عارف الحياة فيها قد ايه، وايه اللي يعني هنقعد لحد امتى. مهما كان عمرك، ممكن في لحظة خلاص الحياة خلصت او انتهت.